واحدة بعتت بتقول أنا حامل في آخر الشهر الثامن ولحد دلوقتي حرفيا ما جبتش اي حاجه، لا ليا ولا للعيل، ولا هدوم ولا مستلزمات ولا اي حاجه. جوزي ظروفه الماديه على قد يا دوبك الاكل والشرب وكده. والدته جابت لي هدومه المستعمله بتاعته هو واخواته وهم صغيرين. قلت لهم طب نجيب حتى طقم جديد للولاده للعيل. والدته قالت لي لا، هيبقى فال وحش لو لبسنا العيل هدوم جديده، الشر بره وبعيد يحصل له حاجه. سلو عيلتنا بيقول اننا نلبس العيل هدوم مستعمله خصوصا يوم الولاده عشان يعيش. وبتكمل في رسالتها وبتقول لما امي شافت الوضع كده جابت لي طقمين وبنطلونات على حسابها من فرحتها باول حفيد. فبقول لجوزي انا لسه ناقصني حاجات كتير، ايه رايك ابيع حاجه من شبكتي واجيب اللي انا محتاجاه؟ قال لي بقول لك ايه، الدهب ده متشال وقت عوز، افرضي حد فينا تعب ولا دخل مستشفى ولا احتاجنا الفلوس دي في اي حاجه مهمه ما نلاقيش. قلت له طيب يعني ده انت ما هنش عليك، جيب لي العيل حتى ولو طقم جديد واحد، وانا كمان محتاجه هدوم كتير وحاجات داخليه وخارجيه انا ما عنديش، طب على الاقل جلابيه البسها يوم الولاده. قال لي انا مش بلبس هدوم جديده لحد، وانا نفسي عايش طول عمري بلبس هدوم قديمه وادينا اهو كبرت وبقيت زي الفل قدام. كفايه تفاهه بقى. صراحه زعلت، انا كان نفسي دي اول خلفه ليا، كان نفسي اجيب له حاجات حلوه، انا مش عارفه اعمل ايه. حين انا بعد ما قريت الرساله دي كان نفسي امسكها من رقبتها، بس قلت يا بنت معلش كلميها بالراحه. قلت لها حين عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا جدا لازم تاخدي بالك منها، ابعد من اللبس ومن الهدوم وكل الهرس ده يا حبيبتي. دلوقتي انت محتاجه تعرفي وتفهمي كويس قوي انت عايشه مع مين اصلا، وهتعرفي تكملي ولا لا، لان واضح انك مصدومه والقصه لسه مش مفهومه بالنسبه لك. انت حاليا عايشه مع راجل متاثر ببيئه حرمته من الاحتفال والفرحه، اللي هو عدو الفرحه اللي بنتكلم عنه. الراجل ده واضح جدا انه اتربى في بيئه صعبه فيها كتم للمشاعر والاحتياجات، كل حاجه مرفوضه بالنسبه له، الفرحه مجرد طرف وحاجه زياده وتفاهه. اي حد في عرفه يطلب اي حاجه بسيطه لنفسه يبقى اناني ومش بيحس باللي حواليه، وكمان مش حاسس بالنعمه اللي هو فيه. الفرحه عنده ترجمتها مشوهه، فرحه يعني دلع، احتياج يعني جشع، طلب يعني تهديد للاستقرار. الراجل ده بيستخدم العنف النفسي كوسيله دفاعيه، وده لما رفض طلباته وصفها بانها تفاهه. حبيبتي ده مش بس رفض، ده نوع من انواع العنف العاطفي او اللي بيسموه العنف النفسي. ده عنف كده مش ممسوك، يعني لا بيلطشك على وشك ولا بيديكي شلوت في ظهرك، بس هو مش مقصود. الخبر الحلو هو بيحاول يحمي نفسه من شعور العجز لما ما يقدرش يشتري او يفرح اللي حواليه، وبيضرب اللي قدامه في مشاعره عشان يحس انه جامد ومسيطر. عبط اللي انت بتقوليه ده يا وليه، انت مش حاسه بالدنيا اللي حواليك، يا وليه انت مش حاسه بالدنيا اللي حواليك. الطريقه دي هو بينجو من احساسه بالفشل عشان انت تتحملي الخساره النفسيه، فيطلع هو جامد ومكفي وموفي وانت الانسانه مبذره وملكيش حق. ثالث حاجه عايزه انبهك ليها ان الراجل ده عنده احتياج للسيطره والانكار. بعض الرجاله اللي اتربوا في بيئات قاسيه بيبقوا مؤمنين ان الصبر على الحرمان فضيله، والست الشاطره الشاطره الاصيله هي اللي ما تطلبش، ما ينفعش تقول عايزه، عيب. فهو بيرفض يعترف ان في حاجه ناقص. انت يا ست مش ناقصك حاجه، انت كل اللي انت بتقوليه ده تفاهه وبطر عن الناس. يحاول يفرض فهمه الخاص للواقع على اللي حواليه، فبينكر مشاعرك واحتياجاتك عشان توافقي على خريطه. طب هي خريطته دي مناسباكي؟ ده السؤال بقى اللي انت لازم تساليه لنفسك. هو ما بيعملش حاجه عيب، هي دي طريقه. مشاعر الرجوله عنده مرتبطه بالقمع مش بالرعايه، وممكن يكون شايف وبيحمي بنته وبيحمي بيته وبيحمي مراته، لكن هو بيستخدم ادوات غلط. فبدل ما يحتويكي ويطبطب عليكي يكتمك، وبدل ما يشيلك بيقلل منك، وبدل ما يدور على حل بيشكك اصلا في مشروعيه ان انت الطلبات اللي انت عايزاها دي اصلا تنفع ولا ما تنفعش. لانه ما اتعلمش ان الراجل الحقيقي هو اللي يفرح اهل بيته مش اللي يسكتهم. ان الراجل ده عنده عقده من الفلوس ومن العجز عن اي موقف مالي يتطلب انه يدفع فما يعرفش. ده بيصير عنده مشاعر دفينه من القلق من الفقر والاحساس انه مش كفايه. تجربته القديمه انه اتشحت، كان بيلبس هدوم قديمه ما كانش بيجي له حاجه جديده، كانت والدته لو ربنا كرمها بتجيب له حاجات واسعه عليه، فبيرفض يشتري اي حاجه مش ضروريه حتى لو كانت عاطفيا ضروريه جدا. طيب بعد ما سوقنا سمعه الراجل، ايه الحل وايه الخلاصه؟ الراجل ده مش وحش، لكن عنده ازمه جواه، واسلوبه في الحياه مبني على القشف والكبت. تكلميش، ما تطلبيش، ما ترغيش، وغالبا هو نفسه مش فاهم هو ليه بيتصرف كده اصلا، لكن بيدافع عن نفسه بالهجوم. التعامل معاه مش هيكون سهل، لكن كمان مش مستحيل. محتاجه تتعاملي بالراحه وتعيشي على قد ظروف، وتفكري كويس ان ده اختيارك من البدايه، هو ما خدعكيش. كمان لازم تكوني عارفه انك مع الوقت ممكن تحتاجي تشتغلي عشان تكفي الطفل اللي جاي. والاهم من كل ده انك لازم تفكري اكتر من مره قبل ما تفكري تجيبي طفل تاني، لحد ما تفهمي انت هتقدري تكملي حياتك مع الشخص ده ولا لا. هل في صفات طيبه بتعوض كل النقط اللي انت اتكلمتي عنها؟ احنا ما نعرفوش، ممكن يكون جدع، ممكن يكون طيب، ممكن يكون في حاجات تخليكي تتغاضي عن كل الكلام ده وتحاولي تتعاملي معاه. انت ادرى واحده بجوزك، وادرى واحده اذا كنتي هتقدري تكملي ولا لا. خليني كمان اقول لك حاجه اخيره، مش حاجه بتظهر فجاه،
كل حاجه بتظهر قبل الجواز في صور كتير جدا. انت عارفه نظامه وعارفه مرتبه وعارفه بيته وعارفه طريقه حياته وعارفه انه ما كانش بيجيب لك هدايا كتير وقت الخطوبه وعارفه طبعه، فما تستغربيش، ده اختيار. واختيارك دلوقتي هتكملي ولا هتهربي.